الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بالتحرش بسيدة في أثناء استقلاله دراجة نارية بمنطقة السلام بالقاهرة. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشقياء مستقل دراجة نارية بالاقتراب من إحدى السيدات حال وقوفها في الشارع والتحرش بها عن طريق ملامسة مناطق حساسة من جسدها، ما أثار غضب واستياء المواطنين. وأشار أحد المواطنين إلى أن الواقعة حدثت في مدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة. الواقع ان الداخلية المصرية بتقوم بدور رائع. الداخلية المصرية ما شاء الله على حضراتكم. الداخلية المصرية رفع شعار بنات الناس ما تنداس يا ناس. والداخلية المصرية رفع شعار اللي اهله معرفوش يربوه الداخلية المصرية بتربيه. وبنات الناس ما تنداس يا ناس على كل بنت في مصر وكل سيدة فاضلة في مصر. امشي في الشارع وانت مش خايفة، انتن في ايد امينة. اي حيوان او اي متحرش او اي ذئب بشري امه معرفتش تربيه يفكر ولو لحظة ان هو يتحرش بايا من كنا. الداخلية المصرية بتربيه وبتعلمه الأدب وبتعلمه إن بنات الناس ما تنداس يا ناس. الداخلية المصرية شكرا جزيلا. قسما بالذي رفع السماء بلا عمد، أنا أحمد جلال فخور بشتى المسؤولين وكافة المسؤولين في وزارة الداخلية المصرية. أحسنتم، قدرتم توفروا من الحماية اللازمة لبنات الناس. خلاص قدرتوا توقفوا البلطجية والحرامية والصيع والمتحرشين عند حدهم. ماشي؟ أي واحد يتعرض